السلام عليكم يا حبايبي حلوين وحشتوني. معاكم ام ميدو. النهارده هنتعلم ازاي نحشي الممبار من اول لحظة انت بتحشي فيها. هوريك ازاي تحشيه بسرعة وتخلصي الكمية في دقايق مفيش. تعالي نشوف الاول الخلطة. بصوا انا الممبار ده انا اللي منضفاه، يعني انا جايباه مش متنضف، انا اللي منضفاه ومطلعاه بالطريقة دي اللي انا وريتهولك. هنيجي هنا للخلطة. طبعا الرز على فكرة في الممبار في ناس بتحشيه فريك، في مرة احشيهولكم فريك. بصوا انا بحشي الممبار بالخلطة، مش بحشيه ني في ني، يعني الرز ني ابيض والبصلة مش متجليالها، لا انا بتجليلها بصلة اهي زي ما انت شايفاها كده. اهم حاجة في الممبار ان الحشوة تكون مظبوطة، التوابل بتاعته تكون مظبوطة، دي اهم حاجة فيه. وتجري الحشو بقى الناس اللي هي بتحشيه ويفرقع منها، اوريك ازاي ما يفرقعش منك وتحشيه كويس. وبطريقة كمان خليكي تحشيه مفيش في ثواني كده تكون مخلصة الكمية كلها. انا هنا لازم اقلب الرز على النار، في ناس بتعمله زي ما قلت لكم على البارد، يعني تبقى عامله التقليه وتحط الرز وتقلب على البارد. انا لا محبش كده، بحبه تبقى تتقلب على النار الاول، بعد كده تبقى انزلها واحط لها الخضار. بص هنا بوريهولك لما تقلب على النار بقى حبه وحبه برضو، يعني ما تمسكش في بعضي، لا حبه وحبه. شايفه قدامك اهو. بعد كده احط له التوابل بتاعته كزبرة ناشفة، فلفل اسود، كمون، مرقة وملح فقط لا غير، مش بحط اي حاجة تاني عشان يديك طعم الممبار اللي انت بتحبيه. يعني اي توابل تاني هتغطي على طعمه، هيديك طعم التوابل بس، لكن انا عايزاكي تدوقي الممبار وتحسي بطعمه. تمام اهو، ده كمون وحطيت الفلفل الاسود والكزبرة الناشفة. بعد كده هحط المرقة. بحب احط المرقة ليه؟ بتطعم لي، ما بتخلينيش احط ملح كتير، وانا مش بحب الملح الكتير في الاكل، يعني بستكفي بحاجة. بصوا تلاقوني بنطر حاجات بسيطة، نطرات كده ملح مش كتير. على فكرة وفي نسيت اقول لكم، انا عاملة هريسة شطة انا اللي عاملاها في البيت، فبحط على المحشيات بتاعتي معلقة منها، ما بحط الشطة شطة مطحونة، لا بحط من المعلقة دي. هي مش بتبقى حامية خالص، يعني باردة شوية، بس بتديكي لدعة بسيطة اهو. بصوا نطرة الملح ليه؟ لان انا حاطة مرقة اهو. هنقلبهم في بعض، لازم يتقلبوا كويس في بعض عشان كله ياخد من طعم البهارات والتوابل. هنا هجيب اكبر صينية عندي، صينية الاكل، واحط فيها الكمية بتاعتي كلها. ليه بحب اعمل على الصينية الكبيرة؟ عشان اخد راحتي، ما احبش انعطر حواليا، في كل مكان تبقى حبة حبة حبة، كل حاجة بتبقى في الصينية نفسها. كمان باخد راحتي في الحشو. انا ببردها شوية عشان احط لها الخضرة، ما بحبش احط الخضرة على النار، بحسها بتدبل، ما بيبقى لهاش شكل ولا طعم اصلا، يعني انا بحب احطها كده. بصي تعالي بقى اوريكي ازاي هتحشي. شايفة الصباعين الكبار من صوابع ايديكي؟ بتحطيهم من تحت
اهو زي ما هوريكي كده، بتحطيهم من تحت اهو، شايفة اهو، وبتحشي. مش هياخد منك ثواني في الحشو. زمان كان اللي يجيبلك جمع ويحشي بيه، اللي يجيبلك جزازة مية ويقصها ويحشي بيه. والله الحركة دي ما هتخليك في ثواني اهو، في ثواني هتحشي وهتخلص الكمية، مش هتاخد منك ربع ساعة حتى اهو، شايفة. اهم حاجة انك ما تكبسيش الممبار. الممبار مش عايز انه يتكبس. بص شايفة انا بعمله ازاي، هوريهولك على ايدي. هيبقى سوي ومفيش، مش مكمل نص سنتي، العلو بتاعه مش مكمل نص سنتي. ليه؟ لانه بينزل في المية المغلية بيكش، ولما بيكش الرز كل اللي فيه ده لما يكون كتير بيفرقع. بصي مفيش، شايفة السمك بتاعه مفيش اهو. ليه؟ علشان ما ينزلش في المية يكش ويفرقع منك. تعرفي هتسلقيه واحدة واحدة هتطلع منك، ولا واحدة تطلع مفرقع منك بالطريقة دي. هوريك اهو طريقة تاني. 70 الكبار بتنزلهم من تحت وبتحشي اهو، مفيش اهو، وهتحشي. والله انا الطريقة دي يعني سبحان الله خلتني الممبار ده ما اقولش همه ابدا اهو. كنت الاول وبقى ماسكاه كده واحشي من فوق واحشي من فوق، واجيب معلقة وكأني بحشي اي فراخ ولا حاجة بالمعلقة الصغيرة بتاعت الشاي واحشي. كانت بتزهقني بصراحة الطريقة دي. بصوا ده الحاجات اللي احطها في الشوربة: طماطم وبصل ورق لورا وحبهان، دول اللي بحطهم في الشوربة. يبقى طماطم وبصل ورق لورا وحبهان اهو، ما بياخدش اكتر من كده، الشوربة ما بتاخدش اكتر من كده. ولا تقولي لي فلفل اسود ولا مش عارفة ايه، ما بحطش اي حاجة خالص غير هم دول بس، لان الممبار واخد توابله كلها، وكل التوابل بتاعته بتنزل منها في الشوربة، فبتطعم الممبار من بره. بعدين اهو وريتك ازاي بيتحشي بأسرع طريقة، والحشو بتاعته اه. هي حتة ملح بحطها في الشوربة. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش وما تبخليش عليا بالاشتراك واللايك وكومنت حلو منك يا سكر. شايفة اهو. اهم حاجة في الممبار ما تكتريش بهارات فيه، الشوربة بتاعته بتبقى جميلة جميلة. اذا وصلت لحد هنا بالله عليك استحلفك بالله اعمل اشتراك ولايك وكومنت حلو منك يا عسل اهو. هوريهولك اول ما نزل في الشوربة في ثواني كشش على طول، حتى ما كملتش الحلة انها تغلي. بصي اهو، علشان انا مش حاشياه كتير منزلش منه حاجة زي ما هو اهو. يلا حبيبتي كده انا وريتك ازاي تحشيه والخلطة بتاعته، وما تنسينيش في الاشتراك. يلا السلام عليكم.